مرحبا بكم البنات في فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نصلي ونسلموا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وبسم الله ونروحوا للوصفه تاعنا اليوم. الوصفه تاع اليوم حتكون مختلفه او تكون استثنائيه. راح نعطيكم وصفه للتخسيس. هذه الوصفه انا جربتها شخصيا. واش نحتاجوا فيها الوصفه هذه البنات؟ نحتاجوا فيها 3 مكونات. هذه المكونات 3 راهي طبيعيه، ويعني تشترك في أنها تتكون من عناصر لتسهل عملية خسارة الوزن الزائد. يعني وبدون رجيم، أنا نستعملها وتمد نتيجة مليحة. واش نحتاجو؟ كما كنت تشوفوا معايا هنا، هذا حب الرشاد. هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني ذكروا في حديث، تقدروا ترجعوا. وانا واش نطلب منكم البنات، تدخلوا لليوتيوب وتحوسوا على خصائص وفوائد كل عنصر من هذه العناصر. ويعني كل وحده يعني ممكن يكون عندها يعني مشكل صحي، وحده عندها ضغط، وحده عندها سكري، وحده عندها يعني تقدر يعني تشوف اسكو الوصفه هذه تساعدها ولا لا. هذا واش نقدر نقول لكم، انا يعني جربتها والحمد لله، وتمد يعني نتيجه سريعه ونتيجه يعني مضمونه، بدون اضرار، يعني بدون اضرار، لانها مواد طبيعيه. وحنا نستعملوها يعني بمقادير يعني وصفه يعني مضبوطه، ماشي وصفه يعني هكذاك. كما قلت نحتاج حب الرشاد، نحتاج السانوج، هذا الحبه الكحله هذه الصغيره اللي نحتاج نستعملوها في المخبوزات تاعنا. ونحتاج قشور الرمان ايضا. لهنا انا قلت لكم الوصفه هذه يعني معتمدتها. كان يعني عندي ديجا المزيج. شوفوا البنات واش نحتاجو قشور رمان تكون مطحونه غبره، نحتاجو السنوج يكون مطحون غبره، ونحتاجو حب الرشاد نخليوه كما راه يعني ما نطحنوش. لهنا كما كنت تشوفوا راني انايا دايره خليط بين قشور الرمان والسنوج. قشور الرمان راهو وقته، وتقدروا تلقاوه واجد يعني عند اللي يبيع هاد اللوازم هادو تاع التوابل والاعشاب وكل شيء، يعني تجيو جاهز. واللي عندها يعني المطحنه تقدر تطحن كلش في الدار، دير على يدها. دونك كيفاش الكيل تاع الوصفه هذه؟ دوك تشوفوا معايا يعني رايحين نديرو كيلتين قشور الرمان مطحون غبره، كيلتين سانوج ملحي غبره، وكيله واحده تاع هذا حب الرشاد. نتوما ديروا يعني بالكميه اللي حبيتوها. تقدروا تبداو كخطوه اولى ديروا يعني تجربه صغيره بالفنجان برك. كما كنتوا تشوفوا هنا كاينين لونين مختلفين، على خاطر قلت لكم راني يعني مخلطه ديجا المزيج، وكان خاصني برك شويه تاع حب الرشاد. دونك كما كنتوا شفتوني في بدايه الفيديو كنت شريت يعني كميه منه باش نزيدها للخليط تاعي. يشوفوا ما يخفاكمش البنات، هاد العناصر كامل راهي يعني مفيده للجسم. كما نعرفوا حب الرشاد راهو مفيد، فيه غني بالكالسيوم، مفيد لجبر الكسور، لهشاشه العظام. قشور الرمان راهو صديق المعده، وراهو يعني من العناصر اللي عندها تاثير كبير وفعاليه في خساره الوزن والتخلص من الدهون. نفس الشيء بالنسبه للسانوج ثاني، راهو يعني مفيد للجسم من خلال العناصر يعني الفيتامينات اللي موجوده فيها. انا ما نقدرش نعطيكم كلش البنات لانهم يعني عندهم فوائد كبيره. ارجعوا ثم لليوتيوب وبحثوا على كل يعني فائده كل عنصر. يعني وكما قلت لي عندها مشكل صحي، تحاول تشوف يعني واش قادر يسببوا هذا العناصر يعني من اثار جانبيه قبل ما يعني دير الوصفه. انا قلت لكم البنات، انا هذه الوصفه كنت شفت النتيجه على ناس يعني كنت نعرفهم بوزن زائد، ويعني لاحظت عليهم فرق كبير يعني في يعني في الجسم. نصحوني بالوصفة يعني وجربتها ولقيت عليها نتيجة. أنا كل مرة نشوف روحي يعني عاودت تراكمت الدهون، يعني في خصوصا في منطقة البطن وزيادة في الوزن، نعتمد على هذا، نعاود يعني نرجع ليها. كما كنت تشوفوا هنا يعني الطريقة كيفاه. هنا كنت خديت 2 مغارف تاع
خليط بين سينوج والقشور الرمان، وخديت معهم كيلة واحدة تاع حب الرشاد كما قلت ما تكونش مطحونه. نجي نخلط مليح الخليط تاعي هذا، نحطه في بلاره محكمه الاغلاق، ونخليها يعني دايما على عيني هكا باش يعني ما ننساهاش. المهم الوصفه هذه البنات نستعملوا معاها عنصر اخر اللي هو الرايب. الرايب ما يخفاكمش البنات راهو يعني من خلال البروتين اللي فيه راهو يحسسنا بالشبع. يعني كي نتناولوا الرايب خلال اليوم راح نحسوا يعني بالشبع، دونك ما حاش ناكلوا كميه كبيره من الاكل، وبالتالي هذا يؤدي الى فقدان يعني خساره الوزن. فوالا نخلطوا مليح يعني باش يندمج كلش مع بعضه. انا دوك يعني كيفاش حنستعملوا المرحله تاعي تاني بعد ما حضرت هذا الخليط الاول. نحتاج كما قلت الرايب، انا هنا ما كانش عندي دونك مثلت لكم برك بالحليب، ونسحق الملعقه الصغيره خلاص اللي عندكم في المطبخ، هذه تاع التاي ولا يعني تكون صغيره مش تاع الحليب ولا تاع الكريمات هذيك تاع تحليات. واش نجي ندير؟ ناخدو قبل الغداء البنات، قبل الغداء بنص ساعه الملعقه هذه تاع الخليط تاعنا نشربها مع كاس رايب. الرايب راهو يسرع الهضم، يعني يسرع الهضم، نتخلصوا من يعني من الاكل اللي كليناه يعني. وكما قلت راهو يعطي الاحساس بالشبع. وفي العشاء نحتاجو في العشاء نستعملوا هذا الخليط مع كاس ما، دونك في الغداء ناخذوا ملعقه مع كاس رايب، وفي العشاء ناخذوا ملعقه مع كاس ما قبل العشاء قبل الاكل. يعني راح تقولوا لي الرايب مش متوفر دائما. البنات تقدر هو من الاحسن مع الرايب، ما كانش استعمليه يعني مع الغداء مع الماء عادي. انا راني هنا بديت معاكم الوصفه يعني وجربتها وما لقيت عليها حتى اثار جانبيه يعني. واللي تحب يعني تحصل على نتيجه وتعاون روحها وتتخلص يعني من الوزن الزائد هذا بطريقه يعني ظاهره وكبيره، تعاون روحها بالريجيم، مثلا تنقص السكريات، ما تتعشاش، دير السبور، راح تلقى نتيجة يعني مع هذه الوصفة يعني. ورجعوا لي من بعد في التعاليق كي تجربوا الوصفة. كما قلت هذه كل سبقت اشرت الوصفة هذه راهي ممنوعة للحوامل يعني منعا باتا. وكما قلت اي وحده اكيد الانسان ماشي اللي يعطيك وصفه ولا ماشي الانسان كمان عنده عقل. شوفي انا عطيتك الوصفه حبيبتي، والله شاهد عليا اني جربتها. وانتي وش ديري؟ زيدي بحثي زيدي بحثي يعني. خاصة قلت لي عندها يعني مشكل. وبالنسبة للرايب اللي عندها حساسية من الحليب او اللاكتوز ولا كما قلت الحليب ومشتقاته، يعني تتفادى الحليب وتستعملها فقط مع الماء كما قلت. وهذه الوصفة ان شاء الله تجربوها وتلقاو عليها نتيجة يعني، وليت تتخلص من الوزن الزائد. تحبس الوصفة هذه وش دير من بعد؟ تعاون روحها يعني تبقى يعني بالريجيم كما قلت. اذا نزلتي في الوزن تخلصتي من هذاك الوزن الزائد، نقصي الخبز، نقصي السكر، يعني حاولي كما نقولوا ما تتعشايش باش تحافظي على هذاك الوزن اللي كنتي فقدتيه. وهذه يا حبيبتي ان شاء الله ما نكونش نسيت حاجه. واللي يعني ما فهمتش ولا حبت اكثر توضيح تخلي لي كومنتير، ان شاء الله نعاود نفهمها ونشرح لها اكثر ونفيدها. وهذه هي حبيباتي، والى اللقاء في فيديو مقبله. وما تنسونيش بجام حبيباتي، الى اللقاء.